ان انا عايزه اتبسط عشان ابسطها، ولما ابسطها انا هتبسط، او ما بفكرش فيها اصلا هي انبسطت ولا لا. خلاص ما هي شهوه وبفرغ شهوتي وخلاص. الزوجه كمان نفس الشيء، انا عايزه ابسطه عشان انا اتبسط، فلما احنا الاتنين نبقى مبسوطين هنبقى ساتسفايد. الاشباع المتبادل. المتبادل حرفيا، انا بفكر فيها وهي بتفكر فيا. وكمان في نقطة الناس بتغفل عنها، وفي بعض الازواج بيستحوا ان هم يتكلموا فيها، اللي هي ويرد قوي ليش اتكلم في ده الكلام. ان احنا نتكلم ايه اللي احنا محتاجينه من العلاقة. لا انت في حاجة انا محتاجاها، انت لو عملتها لي انا هبقى مبسوطة. في حاجة انت لو عملتيها لي انا هبقى مبسوط اكتر. ما بيتكلموش في احتياجاتهم الجنسية. في ناس مثلا بتحب تتكلم وقت العلاقة، ودي حاجة مهمة قوي. الكلام وقت العلاقة، الراجل بيحس ان هي مبسوطة فهي بتتفاعل معايا، الزوجة بتحس ان هو مبسوط فبيتفاعل معايا وبيتكلم معايا، مش احنا ساكتين وعلى وضع السايلنت. فانا مش عارف هي مبسوطة ولا لا وهو مش عارف. في ناس بتتكسف قوي فبتطفي النور. احنا بنشبع بعيوننا وبودننا وبأعضائنا، ففي حاجة مفقودة. اما لما كل السمع والبصر وجسمنا مبسوط وشبعان، ده بيؤدي لعلاقة ناجحة.